ضريبه، وده واجب وطني نعم. وواجب فرض عين على القوات المسلحه المصريه. سيادة اللواء تم محمود. تدمير هذه الاهداف التي اتفضل. تمت. من المنتظر ان تكون هناك اهداف اخرى حيتكرر الضرب مره واثنين وثلاثه واربعه في هذا المكان او غيره. سيادة اللواء محمود، يعني بالتأكيد هناك تنسيق تم بين الجانب المصري والجيش الليبي على هذا المحور. كيف ترى أهمية هذا التنسيق في تحقيق أهداف هذه الضربات الجوية؟ لا، هو التنسيق ده مهم، ولازم ما ننساش يعني في معلومه مهمه احنا بس نسينا، ان التعاون العسكري التدريبي ما بين القوات المسلحه والقوات الليبيه قديم جدا، وقادتهم موجودين هنا في القاهره. حتى القائد حفتر خريج الكليه الحربيه المصريه واشترك في حرب 73. فالتنسيق هو مستمر، هو مستمر من قبل هذا التوقيت، ولكن القضيه كانت قضيه استراتيجيه ان احنا لن نتدخل عسكريا في ليبيا. هم بما قاموا به بهذا العدوان السافر الإجرامي فتح الباب لتغيير الخيار ان نكون موجودين في الداخل. هتواجه الضربات طبعا بطبيعه التعاون مع القوات المسلحه الليبيه، والتنسيق يكون مستمر من حيث تمييز الاهداف، تحديد الاخطار، تدقيق الضربات، حاجات كتير قوي موجوده مفهومه في الترسانه العسكريه. بيكون في ليس فكره تاديب، ولكنها هي تدمير شامل لهؤلاء القتل الموجودين في هذه المنطقه. طب يعني إذن معروف سيادة اللواء خلف أن قواتنا المسلحة تواجه الآن إرهابا على جبهتين، خارجيا ضد هذا التنظيم الإرهابي في ليبيا، وداخليا ضد عدد من التنظيمات على رأسها تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي. كيف ترى هذا الأمر؟ هو طبعا السؤال ده مهم أو مطروح للرأي العام. فيعني هم بيتخيلوا ان القوات المسلحه يعني هتبقى هنا وهناك. ده تساؤل مشروع بنحب ان احنا ناكد عليه بالرجوع للمصادر العالميه. القوات المسلحه المصريه هي ترتيب 13 العالم والاقوى في الشرق الاوسط، بحجم القوات المسلحه يصل الى 1,400,000 تمام الاستعداد. القوات المسلحه باوضاعها هي تؤمن الاتجاهات الاربع بغض في جميع الظروف. الاتجاهات الاربع يعني مساحتنا بالكامل كل ضلع فيها 1000 كيلو، 2 بحر و2 بر، لكل منطقه لها قوتها. يعني بنسمع الجيش الثاني والثالث، وهناك قياده استراتيجيه تعبويه منفصله لجميع العديات في الشرق. وموجود كمان ايضا في اتجاه الغرب قياده المنطقه العسكريه الغربيه، عندنا للشمال قياده المنطقه العسكريه الشماليه، عندنا قياده المنطقه العسكريه لاتجاه الجنوب، عندنا قياده المنطقه المركزيه للداخل. كل دي تشكيلات تعبويه قياديه لديها حجم من القوات يستطيع التسديد طبقا للموقف، وبالتالي نستطيع ان نحارب في وقت واحد في الجبهات الاربعه. فالجميع يطمئن تماما بالدرع. القوات المسلحه هي سيف الوطن ودرعه، وما حدش يقلق. والكلام ده احنا يعني التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحه المصريه وضع في اعتباره هذا الامر منذ فتره طويله. ولذلك احنا عندنا 4 جهات مصر ممكن ان تهاجم من ال4 جهات ويحصل فيها خلل في الداخل. كل تلك الامور القوات المسلحه قادره ان تتعامل معه، ولا نقلق من هذا باي حال. وليس فقط داخل البلاد،